هل فكرت قبل كده الأفكار بتيجي منين؟ ببساطة الأفكار هي نتيجة لتخزين وتحليل البيانات من الحواس الخمسة. كل حاجة بتشوفها، بتسمعها، بتقراها، حتى المواقف اللي بتمر بيها كلها بتدخل جوه العقل الباطن اللي بيحللها ويطلع منها باستنتاجات، وفي الآخر بيظهر في بالك أفكار. لكن هنا بيجي دور العقل الواعي، الفلتر بتاعك، هو اللي بياخد الأفكار دي يراجعها ويحدد المفيد منها، ويميز بين الأفكار الصالحة اللي تستحق التنفيذ والفكرة الوهمية اللي ملهاش أي صلة بالواقع. طيب إزاي أستفيد من أفكاري وما سيبهاش تضيع؟ تابعنا في الحلقة دي وهتعرف إزاي. كلمتين وبس. ما تسيبش أي فكرة تعدي عليك مرور الكرام. انتبه لكل فكرة بتمر في بالك وسجلها في مذكرة أو في نوتس على الموبايل، لأن ممكن فكرة واحدة تغير حياتك بالكامل. بعد ما تدون الأفكار خد وقتك في تصفيتها واستخرج منها الأفكار اللي تستحق التنفيذ، لأن النجاح دايما بيبدأ بفكرة بسيطة. طيب لو الأفكار دي سلبية أو خاطئة، الحل بسيط وفي خطوتين. واحد، انشغال الفكر. اشغل بالك على طول بحاجات مفيدة، ما تسيبش دماغك فاضية، لأن العقل الفاضي ملعب للأفكار السلبية. اهتماماتك ممكن تكون شغل، خدمة، رياضة، قراءة، أي حاجة تبعدك عن الفراغ. ودايما افتكر المزمور اللي بيقول: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. النقطة التانية أو الخطوة التانية هو الامتلاء الروحي. امتلئ بكلمة الله والصلاة دايما، عشان كل فكرة تيجي في بالك تكون في طاعة المسيح، زي ما معلمنا بولس قال: مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. لما تلاقي فكرة غلط بتلح عليك، واجهها فورا بسيف الكلمة، زي ما بيقول في عبرانيين: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. في الخلاصة، الأفكار هي نتاج تحليل عقلك للبيانات اللي بتيجي من حواسك. اتنين، عقلك الواعي هو الفلتر اللي بيحدد الأفكار المفيدة من الأفكار الوهمية. 3، سجل أفكارك، صفيها، خليك دايما متابع اللي بيدور في بالك. 4، لو الأفكار سلبية اشغل نفسك دايما بحاجات مفيدة. آخر نقطة، امتلئ روحيا عشان تقدر تاخد أي فكرة وتخضعها لطاعة المسيح. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.